السلام عليكم وأهلا بيكم في قصة جديدة. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. لو دي أول مرة تشوفوا القناة، أنا هنا بحكي قصص وقضايا حقيقية ومواضيع مثيرة للاهتمام. ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا عشان يوصلكم كل جديد. من غير ما نطول عليكم ونحرق الأحداث، خدوا كوباية قهوة أو شاي وتعالوا نشوف إيه اللي حصل في القضية دي. هنبدأ على بركة الله. بطلة قصتنا اليوم بتقول: اسمي نورة، ومع إني وصلت عمر 21 سنة، بس عمري ما قدرت أنسى اللي كان بيعمله واحد صاحب بابا معايا لما كنت لسه صغيرة. أيوة كنت صغيرة، بس كان شكلي أكبر من سني. كنا عايشين في حتة شعبية، وأنا كنت الوحيدة في بيتنا، ما عنديش لا أخوات بنات ولا أخوات ولاد. وصاحب بابا ده كان دايما يعدي من شارعنا. في الأول ما كانش هو وبابا أصحاب قوي، يعني كانوا يعرفوا بعض بس مش أصحاب قوي. الراجل ده كان لسه جاي من البلد، وكان بيدور على بيت يكريه، بيت يكون رخيص شوية عشان يقدر عليه. كان لسه هيجيب مراته ويدور على شغل ويستقر في المدينة اللي احنا عايشين فيها. فعلا بابا كان بيدور معاه على بيت، بس البيوت اللي كان بيلاقيها كانت غالية بالنسبة له. يعني الراجل كان شايف إن الأسعار دي فوق طاقته، وكان بيقول إن السعر ده ما ينفعش معاه وإنه مش هيقدر يدفع الأسعار دي. قال خلاص أنا هرجع البلد. صاحب بابا ده في الوقت ده كان عنده حوالي 33 أو 34 سنة. بعدين لما كبرت عرفت إنه ما كانش عنده عيال، لأن المشكلة كانت عنده هو، ما كانش بيخلف يعني. المهم إحنا كنا ساكنين في الدور التاني، والبيت اللي تحت كان صغير قوي لأن إحنا كنا واخدين منه محل. بابا قال له: ليه هترجع؟ أنا هوريك البيت اللي عندي تحت، هو صغير وأنا بستخدمه بس عشان أحط فيه الحاجات اللي مش عايزها. لو عجبك توكل على الله، والسعر ما تقلقش منه، هيكون بيني وبينك كل خير يعني. اللي تقدر تدفعه أدفعه، بس بشرط إنك تحافظ على البيت وما تعملش فيه دوشة. البيت كان صغير بس كان ممكن يعيش فيه هو ومراته، خصوصا إنهم ما عندهمش عيال. قال له: شوفوا الأول يمكن يعجبك. الراجل قال: أنا موافق من غير ما أشوفه. أنا عايزه أنا ومراتي بس، إحنا اتنين، وأي بيت هيكفينا. أنا عايز أشتغل واستقر هنا. الراجل مشى وجاب مراته، وسكنوا في البيت اللي تحت بيتنا، وبقى هو وبابا دايما مع بعض ما بيتفرقوش. طلب من بابا وقال له: ربنا يجازيك خير ويكمل لك خيرك لو لقيت لي شغلانة. أنا زي ما قلت لك جاي هنا عشان أستقر واشتغل. بابا قال له: خلاص هيبقى خير. فعلا بابا فضل يدور بس ما لقاش حاجة يشتغلها. بعدين اقترح عليه وقال له: ما تفتح الجراج ده اللي مقفول، افتحه واعمل فيه حاجة. الراجل قال: زي إيه يعني؟ بابا قال: يعني مثلا اعمل فيه بتاع حاجات العيال الصغيرين، حاجات زي السقايات وكده. تبدأ بشوية بشوية هتبني راس المال، وبعدين الربح وتزود في البضاعة لحد ما يبقى عندك محل كبير. الراجل قال: بس أنا ما عنديش فلوس أعبي بيها. بابا قال له: أنا بس بقترح عليك. أنت قلت إن الشغلانة بتاعة البناء والحاجات دي ما تقدرش عليها، وأنت جاي المدينة عايز تسكن وتشتغل. مادام ما عندكش شهادات ولا دبلومات ولا حاجة، فدي هي الشغلانة المناسبة ليك. الراجل قال: فكرة حلوة قوي، بس أنا محتاج فلوس عشان أعبي المحل بس. أقدر أبدأ باللي معايا ويحلها ربنا، وبعدين أشوف أخويا لو يقدر يسلفني وأرجع له الفلوس بعدين. بابا قال له: خلاص اتفق معاه. وفعلا الراجل بدأ يبيع ويشتري، والحاجة مشيت معاه كويس. بابا كان لما يرجع من الشغل بالليل ينزل عنده في المحل، وكان بياخدني معاه. أنا كنت لسه صغيرة وكنت قريبة من بابا قوي، والراجل ده بما إنه بقى صاحب بابا كان بيبقى قريب مننا. لما يقرب المغرب كان بيقول: الله أكبر أنا رايح أصلي. بابا كان بيقول لي: روحي اطلعي البيت. فكنت بطلع عند ماما، بس ساعات كان بيقول لي: إيه رأيك لو عايزة تقعدي هنا مع عمك تلعبي قدامه لحد ما أرجع من الجامعة؟ أنا كنت بفرح قوي بالخروج مع بابا، وحتى المحل اللي تحت بيتنا كان مليان حاجات بتفرحني. كنت بقول: خلاص هقعد مع عمي لحد ما ترجع. في المحل اللي تحت بيتنا كان مليان حاجات بتاع العيال الصغيرين، زي الألعاب والسقايت، وكل حاجة كان بيبيعها كانت بتفرحني. في نفس الوقت أنا كنت بعامل صاحب بابا ده زي عمي. كنت بقول له يا عمي لأني كنت صغيرة وما كانش في دماغي حاجة. الموضوع ده اتكرر كتير قوي، كان بيسيبني معاه ويمشي يصلي ويرجع. لحد في يوم وأنا راجعة من المدرسة تقريبا الساعة الظهر ناداني وقال لي: تعالي تعالي. قال لي: باباكي فوق؟ قلت له: لا مش وقته دلوقتي، لسه في الشغل. قال لي: تعالي ادخلي، عايزة أوريكي شوية ألعاب جديدة جبتهم، وفي حلويات وشوكولاتة كمان زي الفل. تعالي دوقيهم وشوفيهم، لو عجبوكي خدي منهم. هو مشي ودخل المحل. قلت له: يلا وريهم لي. أنا كنت واقفة بره. قال لي: بس لازم تدخلي جوه عشان تشوفيهم كويس.
دخلت عشان أشوف الألعاب دي والشوكولاتة اللي قال إنها جديدة. أنا كنت بنت صغيرة وما كنتش فاهمة حاجة، وطبيعي أي حاجة زي الألعاب أو الحلويات دي بتطمع أي بنت أو ولد صغير. دخلت وأنا بجري، وفعلا كان في كرتونة فيها ألعاب تقريبا، وراهم لي وقال لي اختاري اللي عايزاها. بدأت أختار وأفصل اللي عجبني وهو واقف فوق دماغي. لاحظت إن تصرفاته كانت غريبة مش زي العادة. حسيت بخوف لأن المسافة بيني وبينه كانت قريبة قوي، وكان بيعمل حركات خلتني أخاف منه. قلت له أنا عايزة أروح لماما. قال لي بس لسه ما أخدتيش حاجة. قلت له هاخد أي حاجة بس عشان أخرج. قلت له دي حلوة. قال لي عجبتك خديها. لما بغيت أمشي قال لي لأ، بس اللعبة دي هتفضل عندي، كل ما تعوزي تلعبي بيها تعالي هنا والعبي بيها. لما بنت صغيرة أو ولد صغير يشوف لعبة وتتاخد منه أكيد هيتضايق. أنا اتضايقت، وبعدين عطاني الشوكولاتة اللي قال عليها وقال خدي دي معاكي وكليها، بس اللعبة هتفضل هنا، هتيجي كل مرة تلعبي بيها هنا. مامتك لو شافتها هتخبيها عليكي وهتقولك ركزي في القراية والحفاظة. انتي عارفة الكلام ده. أنا صدقته ووعدني إني ما أقولش لمامتي حاجة عن اللعبة دي. رحت البيت وفعلا ما قلتش حاجة خالص. الموضوع ده ما وقفش هنا، استمر كتير قوي. كل ما كان يشوفني لوحدي كان يناديني، بس لما وصلت لسن 13 سنة بدأت أفهم إن اللي كان بيعمله ده مش فكرت كتير إني أقول لأهلي، بس رجعت اترددت وخفت من بابا. خفت يقولي ليه سكتي كل المدة دي، لأن فعلا المدة كانت طويلة من لما كان عندي 9 سنين. فقررت إني أحتفظ بالموضوع لنفسي وما أقولش حاجة. بس المشكلة إني وصلت لسن حساس تقريبا 15 سنة. هنا بدأت أنا اللي أروح له بنفسي في وقت الفراغ بتاعي. كنت أروح أقعد معاه في المحل، وكل ما الاقي فرصة مناسبة إني أفضل قاعدة معاه كنت أفضل قاعدة. والمصيبة إني أنا اللي بقيت أروح له لوحدي من غير ما يناديني زي زمان. لما وصلت للجامعة وكبرت بدأت أسمع عن قصص زي دي بتحصل لعيال صغيرين اللي بيتعرضوا للتحرش أو الاغتصاب وهم لسه أبرياء. قصص بتحصل معاهم وهم صغيرين. هنا بدأت أفهم كويس قوي إيه اللي كان بيحصل معايا. في الأول أنا ما كنتش فاهمة حاجة خالص، بس لما وصلت للسن اللي كنت بروح له لوحدي للراجل ده كنت ببقى من غير ما أكون عارفة إيه اللي بيحصل لي. كنت بلاقي نفسي عنده من غير ما أعرف إزاي، وندمت قوي وفهمت إن كان لازم أتكلم من أول يوم. من أول مرة حصل فيها الحاجة دي لما قال لي ما تقوليش لمامتك حاجة، ما كانش لازم أصدقه وأثق فيه، كان لازم أحكي لأبويا وأمي، بس أنا ما قلتاش حاجة. لما وصل الوقت اللي كان لازم أعمل حاجة بدأت أفكر إزاي أحل المشكلة دي. الراجل ده لازم يمشي من عندنا. أنا فعلا بطلت أروح له ولا أدور عليه، بس المشكلة إزاي أخليه يمشي لوحده، وإزاي أوصل اللي كان بيعمله لأبويا وأمي. الراجل ده لازم ما يفضلش هنا، ولازم كمان يتعاقب على اللي كان بيعمله معايا. دي كانت قصتي أنا وإخواتي وبنات إخواتي. دي قصتنا النهاردة. ما تنسوش تسيبوا لصاحبة القصة نصائح عن إزاي ممكن تتعامل مع المشكلة دي. ما تنسونيش من لايكاتكم وكومنتاتكم المشجعة. شكرا ليكم من قلبي على حبكم وتشجيعكم الدائم. أسيبكم في أمان الله لحد القصة الجاية إن شاء الله. بالسلام عليكم.